محل جينا عليه اسمه ريستورانت ديبو، يعني بيجوا عليه بس اصحاب، مش اللي بيجوا عليه يعني اصلا اللي بعطوهم كارت لازم يكونوا اصحاب بزنس، يعني عرفتوا لازم يكونوا مثلا اصحاب مطاعم او اصحاب محلات او قهاوي، المهم يعني انهم ايش بياخذوا شغلات كتير كبيرة بالجملة. لما بتيجي بتعمل الكارت تبعهم بيطلبوا منك انه انت صاحبة بزنس وما بزنس وهيك. بيقدروا يدخلوا بس بيسجلوا تسجيل، بعبوا اوراق وابصر ايش. انا لما بفرجيكم كل شيء عندهم تيجي الجملة هون جديدة. هلا بتدخل هون طلع هي التسجيل هون، شايف الناس بتسجل هون. طلع مثلا كيس البصل شوال زي ايام زمان تتذكروا على سبيل المثال. طلع هلا فرجيك واحنا داخلين، استنى شوي. شفتوا كيف دخل، عمل سكان ودخل. هيك ندخل. طبعا هدول شايفينهم، هدول ثلاجات، بتدخلي جوا تدخل يعني بنشف بدنك البني ادم. شايفين هيك قديش شو البطاطا مثلا، هيك كلياته بالجمله، هيك كلياته شغلات مطاعم، شغلات شايفين عده يعني معالق شوات كله هيك شغلات مطاعم. شفتوا طلعوا مثلا، هاي طلع مثلا معالق، هيك كله شغل مطاعم. عرفتوا عدة مطاعم. نفسي افرجيكم كل شيء بس ابو احمد جاي مستعجل، هلا صار واصل ما شاء الله. طلع خلطات مطاعم، طلع مريل مطاعم، لبس مطاعم، كل شيء طلع. مثل الفلفل كيف بجيبوه، الصويا صوص مثلا طلع كيف جطط. طلع مقالي محلاها الله. شوفوا طلع هدول تبعت البيتزا وما بيتزا والافران، طناجر. طلعوا المغارف والمصافي، طلعوا المغرفة مصغرها. طلعوا يما أكبر راس المغرفة، مسلات ومسلات. طلعوا المصفاة مكبرها، المصافي. طبعا احنا هديك الحجم العادي اللي بناخده، هذا هي المصفاة. المهم بدي افرجيكم كل شيء بس صار ابو احمد ما شاء الله خلبار. طلع كل الصاصات، طلع جلنات صاصات او هيك تناك يعني شغل مطاعم فهمنا. هلا ابو احمد وين صار واصل بعرفش. هلا انا دخليه يجيب كيس طحين كبير، يبغى يطلع البهارات كيف مثلا. طلع مكبرة هون، بعرف هذا القسم مسكر نلف المنشأة الثانية لأنه بدنا طحين. هي الطحين. هلا دخل يجيب كيس طحين. بصير وين صار؟ ضيعته الزلمة، والله ضيعت الزلمة. لا وين صار واصل؟ هي طلع مستعجل، بركض أصلا. تعرفوا مش عارفة لشو جاي، والله ما أنا عارفة لشو جاي هو أصلا. بس المهم هينا وراه. نجيب بالمرة كيس طحين. شفتها على الشقة الثانية. معالي شواك يجيب. هدول كراتين بيتزا وما بيتزا، يعني محل حلو على فكرة، جنن. يعني تيجي تاخذ منه كل اشي من هون بالجملة. انا كنت دائما اجي عنده لما يكون عندنا عزايا لرمضان. طلع هدول صواني قصدير وما قصدير كله من هون. كاسات، صحون اللي تشرب فيها بتبي فيها، كله هون. يلا اتفرج. انا اليوم مش جاي اشتري، جاي اتفرج بس الاشي الواحد اجيب طحين، خميرة وسمسم. صح انا بدي اجيب اليوم، بدنا خميرة وطحين وسمسم احنا فقط لا غير. والله محلى المية. هاي كيف شكل الازايز تبعونها، ازاز محلاهم. هدول ازايز مي محلاهم. بلاستيك مش ازايز. والله حلو شكلهم. مبسوط. لا بديش امشي. قلبه لسه تعبانة، تعال يلا بداعي. قلت له لا مش تعبانة. هاي مثلا هاي زيت القلي، طلعوا كله قلانات كبيرة، علب بالرش الزيت
كله جلانات كبيرة، سيربس وما سيربس ايش. وين نروح؟ هذه مواد تنظيف طبعا، هدول كلهم شغلات أطعمة وما أطعمة، بس هذول ما بيجيبوش منهم، بيجيبوا من شركة تانية يتعاملوا معاها. بدهم يجيبوا كفوف وبدهم يجيبوا يا ريال، عشان تعرفوا اني انا مش جاية اشتري، اني بس هيك بمشي معاه مش عارفة شو بده اصلا، هيك بتفضفض في روحي قاعدة، لازم اعرف يعني شو بده يعني انا اصلا جاي بعرف شو بدي يشتري من المحل. يعني بدي اجيب كاسات شكله كمان. لا ايش هدول الكاسات؟ هذول بيستعملوهم الأولاد العيارات. للقهوة الاسبريسو. شاتس، في ناس بتحب شاتس هيك. اوكي اوكي يلا. اسمه بشكير كمان. بشكير. هاي الطحين اظن هون، اظن هذاك الخط تبع الطحين اللي وراه. شايفين كيف كل الناس بتشتري، كل مثلا هجيب لك بيجي بصير كم واحدة فلفل اسمر طلع مثلا، وكم واحدة بصير بندورة وما بندورة. شايفين كيف؟ هاي الطحين بدي اجربه، بتهيألي انه راح اخذ هذا النشا، بلف من الخط الوراني. تعال افرجيك، كل هذا مواد تنظيف طلع. شايفين؟ دول كل هذه شغلات للتنظيف صح؟ أنا دائما بحب أجرب ريحة إشي جديدة لمواد التنظيف. طيب جربت هذا وجربت هذا وجربت هذا، ثلاث مجربتهم صراحة. حتى الآن اللافندر بفوز عندي، اللي هو لونه ليلكي، هذا البيربل هو أكتر إشي بفوز، أكتر من الزهري وأكتر من هذا العبردقاني هيك. حتى الآن سبحان الله أعرف. وهذا جربته بس بحسه بذكرني بريحة المستشفيات، مش عارفة ليش. كيف حتى مواد التنظيف كلياتها كيف تيجي في يعني في الجملة. طلع مثلا هاي قد مقبرها، مثلا طلع هاي قديش السلكة مثلا مقبرها. طيب السلكة هذا تعرفوا هذا حاطين عليه انه منظف ستانلس ستيل. بدي اجربه بصراحة، لانه انا عندي مشكلة في الستانلس ستيل في التنظيف، ما عمري جربت هاي الماركة فراح اجربها. وهذا بدي مش موجودين. طيب تمام، بدي اجرب هذا على حسابكم. ستانلس ستيل هذا التنظيف الستانلس ستيل. شو بقى خليكم جربوه. الله يسعدك. الله يسعدك. قصدي يعني عشان انه الشغل اشي والدار اشي، هيك قصدي. عرفت علي؟ فرجيكو بتكشش. بدنا وحدة جديدة. انا وياه عنا مشكلة بالشكل السلة اللي ابو احمد حطتها كل يوم. عندكم تبعات اللي بنظفوا الحمام وهالحمام؟ طيب ماشي تحية بدون ماشي. هذه مواد تنظيف تبعات البقع وما بقع طل. كل هذه من احسن الانواع على فكرة للتنظيف، بتجنن. هاي الجلافز ولا مش هناك الجلافز؟ انت مش بدك جلافز؟ من وين؟ هاي اللوز وما لوز. هاي اللوز اللي مش مقشر. طلعوا هلا بدنا نجيب لوز المقشر من هون. طلعوا اللوز قد ايه؟ آلمند مستحيل نائل. معقول هذا $71 حق هذا؟ لا الصندوق لا يما نقز قلبي. بقول شو بحكي انا 13 هذا. اوكي هذا هيك اللوز. وهذا الفستق الحلبي بيجي تطلعوا. هذا كيلو تقريبا، الكيلو $35 عشان يرشوا على فوق $35 الكيلو. مش طبيعي سعره على فكرة. $200. هيها طلع هيها
$200 تقريبا حق الصندوق، بعرفش كم واحدة، 6 بيجي فيها بالضبط. خلي واو. هذا قديش؟ هاد 35. يعني 2 باوند. يعني كيلو بالضبط، كيلو. $36. واو يا جماعة الغير، عشان تعرفوا قديش المنتجات هذه غير. عشان لما بتطلع الكاسة القهوة وعليها عن جد واو، عن جد واو الأسعار. يلا اللي بعده. المهم بدي أجيب بدي أخذه عشان نجيب طحين، الطحين من تحت. هي الطحين، بدنا طحين وخميرة، نجيب نوع طحين عشان استنى فرج. بدي أجيب طحين وخميرة. اوكي، هون في كمان ملح، حتى بدي ملح عادي بدي. قديش انا طبعا احمل، بس افرجيكم البهارات والسمسم. انا بدور على السمسم صحيح كمان. سمسم، شو هذه اختي الاشياء؟ طلعوا السماء، طلع امي بتحملنا السماء. طلعوا السماء هون. هي السماء $25 تقريبا هذا الكيس والله. بس اللي يعمل سماء هذا برضه فلفل اسمر، مش عارف شو الفرق بينهم. وهذا تومة، هذاك بصل. بس انا بدور على هذا كلياته بهارات زي ما انتم شايفين، بهارات 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 بهارات. هي السمسم، بس انا بدي اكبر من هيك سمسم. هذه $10 السمسم. فيش أكثر أكياس أو أكبر من هاي؟ بفرجيك العلب الأكبر. العلب الأكبر اللي تيجي زي شكل هاي العلب الأكبر. بس بدي سمسم. مش شايفة السمسم. نشوف، شايفين الأشياء كيف هيك تيجي؟ نعناع، ريحان، هذاك جبنة، كمون، بودرات، تومة، بودرة. اوكي، فيش سمسم. ورق غار، طلعوا معاي انتو كمان. فيش سمسم. هي السمسم، مش عارفة انقطع التصوير كيف وراح، بعرف شو. المهم هي السمسم $20 هاي العلبة، 2 كيلو ونص. طلعوا هلا فرجيكم. هون طلع ما أحلى، طلع مش هذا المرأة. والله إنه بجنن، والله بدي زي للشغل أنا. طلع محلاه، خاطر أخذ لي واحد يبي. والله تقيل، $15 حقه، بس والله إنه راح يهد إيدي وأنا بشتغل عليه بصراحة. المهم هلا أبو أحمد بحاول يجيب المحلاه البريق. فرجيكم شكله، طلعوه جنن. البريق حقه $7. $7 حق البريق. حلو شكلهم كتير غريب، جنن صح؟ حلو طلعوا. هلا هدول اللكن زي زمان كنا نعجن فيه، لكن العجينة يسميه، تتذكروا؟ طلع محلاها. تهيألي أنا بدنا واحد زي هذا نعجن فيه عشان أشوف العيار تبع العجين اللي أسوي فيه. وبدي كمان أفرجيكم، استنوا، مش شاي، بدي قطاعة. بدور على قطاعة بس فيش عندهم قطاعة، بس الاقيها بفرجيكم اياها. استنوا.